حاطه مع اعلى صوره بانستغرام لايكات بالعاده. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تدورون بخير. اخيرا ميسي فاز بكأس العالم. السالفه انه لحيتك يعني راجع من امتحان ادخل على التيك توك كل شويه ميسي فاز ورجعنا له عينه. اوكي حلو، شخص تشجعه دائما يفوز بس مو لهالدرجه. المهم بعد فوز الارجنتين ضد فرنسا، امير قطري لبس ميسي ملابس عربي وصارت ترند عند الاجانب. صراحه حركه حلوه وما راح ينساها احد المده كلش طويله. ونهايه البطوله كانت اسطوريه، شفتها على التيك توك حمحم زين. هسه انا اصلا ما احب كرة القدم، اصلا ما اتابعها. ليش سويت هذا الفيديو؟ السبب وبكل صراحة اريد مشاهدات، ولو اخر فيديو حبيبي والله 100 مشاهدة ما وصل. بس تدري شنو؟ الكلام مو هنا بس، للي ما يعرف هذه بيضة. اي نعم بيضة. تدري ايش قد جايبة لايكات؟ فوق 50 مليون لايك. اي نعم، تخيل بيضة تجيب هالقد لايكات. واني معلش عندي 100. بعد ما نزل ميسي بوست جميل ويا كأس العالم الجميل، بخلال اقل من 24 ساعة حاطة مثلث ام طوبة وسواها طوبة، لحظة طوبة قلنا، وجاب لايكات اعلى من هاي الصورة. وصل 60 مليون لايك بأقل من 24 ساعة. جاي تتوقع الرقم؟ وهذا كله واني ما متابع كرة القدم اصلا. اذا وصل هذا الفيديو 100 لايك راح ابدي اشاهد مباريات كرة القدم. اذا وصل الناس تطلب 2000 لايك، مليار لايك، مليون لايك، واني بس 100. اوكي شب اللي ما يعرف، فرنسا كانت مقررة بعد فوزها تلبس ملابس المثليين الملونة عندنا عند العرب وعناد وداخل قطر. لحسن الحظ ما فازت وفاز الأرجنتين. وبس أنا وصلنا لهذا الفيديو، حط لايك واشتراك وراح تحصل فرنش فرايز من ماكو. سيو.